4 أصوات لو أتقنتهم حط الأمريكان أكسنت في جيبك. أول صوت هو صوت الL. صوت ال ليه نطقين، يا إما مرقق يا إما مفخم. كده في العجالة بسرعة. لما ال بتيجي في الأول بتبقى الخفيفة، بتبقى زي اللام العادية اللي في اللغة العربية، زي مثلا ما أقول لك مثلا ليمون، تمام. لكن لما بتيجي في الآخر بتبقى مفخمة، اسمها دارك L، بتبقى شبه ال اللي موجودة في لفظ الجلالة الله. مثلا أقول kill kill well well، ما أقولش will but I say well أوكي. تاني صوت وهو صوت ال TH اللي هي في اللغة العربية اللي هي الثاء والذال، ولكن في الامريكان اكسنت حضرتك لازم تطلع لسانك، سواء امريكان او بريتش حتى، لازم لسانك يطلع في التي اتش الفويسلس والتي اتش الفويسد. التي اتش الفويسلس اللي هي زي حرف الثاء، فمثلا اقول think think think، او مثلا زي حرف الذال زي مثلا father father father، ده voiced. اوكي. ثالث صوت هو صوت الار. الار هي مش را، لساني مش بيلمس سقف فوق الفم، ما بقولش زي الراء اللي موجوده في اللغه العربيه، ولكن اتس بلساني بيبقى عامل زي السبون كده، زي المعلقه، فبيبقى for example red 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 red، ليست red. رابع صوت وحش وبعبع، الامريكان اكسنت letter T sound تي مواله كبير، عملت عليه فيديوز كتيره قوي في عجاله سريعه. الفلاب تي اللي هي بتتقلب وتتنطق دي، زي مثلا better وباتر وباري وفورتي، دي لازم نخلي بالنا منها، قواعدها كتيره جدا. اللي هي لو جت ما بين تو فاولز بتتنطق تي دي as in better، لو جه قبليها R بتتنطق برضو دي زي مثلا party، او لو جه بعديها L as in bottle برضو بتتنطق fast دي. طيب او حتى لو بين كلمتين زي مثلا it is بتبقى it is. تمام. ممكن تبقى held T، فما اعملها زي الهمزه لو جه بعديها N as in mountain اوكي، or written or eaten برضو بتتنطق زي الهمزه، او لو حتى بعديها consonant as for example outside not outside. اوكي. طيب كمان التي ما بتتنطقش لو جه قبليها ان، اسمها vanishing T as in internet or international interview. اوكي. احنا كده التي خلي بالك منها جدا. يبقى ايه هما الاربع اصوات اللي لو اتقنتهم هتتقن تحط الامريكان اكسنت في جيبك؟ هما ال ال TH ال R وال T. Thank you for watching and follow for more. Bye.